أني خايفة. من شنو خايفة؟ عزة، شلون راح ألحق؟ هسه راح اقول لك شلون تلحقين وانتو هم. هسه تعالوا خلينا نضبط ونعرف شنو هي الحلول اللي اني اذا كنت ما قاري مادة الاحياء اقدر اضبطها بهاي الفترة الصغيرة. بس قبل ما انت تعرف هاي الخطوات شنو، اريد من عندك شغلتين. الشغلة الأولى بأنه تشترك بقناتين، القناة الأولى اللي هي قناة الأستاذ محمد العنزي، والثانية هي الجروب الخاص بالمراجعة المركزة الخاص بالأستاذ محمد العنزي. ليش أستاذ أشترك بهن ذني؟ لأن ذني اشرح لك أني من محاضرات واشرح أبسط لك من أمور راح تلقاهن بهاي القنوات، بالإضافة إلى أنه راح تلقى ملخصات وامتحانات شاملة وكاملة ووافية توصلك وتسهل لك الأمر، فهي راح تكون كأنما خصوصي دي يمشيك ودي يقودك للطريق الصحيح. الشغلة الثانية شنو يا أستاذ؟ الشغلة الثانية هي اقتنائك لملزمة المراجعة المركزة، ملزمة الضمان والأمان. أستاذ هاي ضروري أنا أجيبها؟ إي بابا ضروري أنت تجيبها. ليش؟ السببين. السبب الأول بأنه راح تكون متناسقة ويا الشرح اللي أنا راح أشرح لك إياه بقناة اليوتيوب، كلمة راح تركز وياي، مرة تشوف على السبورة ومرة تشوف بالملزمة. هاي الشغلة الأولى اللي أنت لازم تجيب الملزمة. الشغلة الثانية بأنه أنت هسه ما عندك وقت تدور بين المصادر، يعني أنا إذا أشرح لك موضوع مثلا الميتوكوندريا وأنت عندك غير مصدر، هذا الغير مصدر احتمال خالك بيه تعليل أنا ما ذكرته بالشرح لأن هو يعتبر غير مهم، أو أنا شرحت لك شغلة بالشرح هي ما موجودة من ضمن الملزمة، أنت راح تقعد تقارن وتقعد تقول شو هاي ما موجودة هنا وهاي موجودة، هاي راح تضيع عندك الوقت. وإحنا هسه بأشد الحاجة إلى الثانية الوحدة اللي لازم ما نضيعها. عندنا 8 أيام راح نخلي المادة الأحياء، لازم هاي ال8 أيام أني أسستمها بشي صحيح حتى أقدر أنجز، حتى أقدر أوصل للدرجة النهائية. زين أستاذ هسه نحكي أنا وياك بالمفيد. الشغلة الأولى بأنه إحنا شلون راح نضبط، راح أسوي لك 7 محاضرات تختم لك المنهج كامل. المحاضرة وحدة لفصل واحد، مثلا الفصل الأول بمحاضرة وحدة، الفصل الثاني بمحاضرة وحدة، الثالث العملاق والضخم بمحاضرة وحدة، الرابع بمحاضرة وحدة. بس فصل الوراثة سويت لك 3 محاضرات، محاضرتين كلامية أضبط لأن الوراثة شوية يحتاج لها تمخمخ، ومحاضرة لضبط المسائل. لذا 7 محاضرات. أنا إذا سويت المحاضرة الأولى تنزل، أو هو راح يكون قانوننا كالآتي: المحاضرة الأولى تنزل ساعة بال10 الصبح، راح أعطيك ريست لمدة 3 ساعات تقراها من 10 للوحدة، تقرأ لي من عندها أول ساعة. ورا ما تروح بهاي الساعة أو تجيني ساعة بالوحدة الظهر راح تلقى أسئلة موجودة بقناة التليجرام. الأسئلة موجودة بقناة التليجرام، بس تسبقها من 10 للوحدة تنزل لك ملخصات وتنزل لك شغلات وأمور راح تفيدك كلش هواية. وين؟ بالجروب مال المراجعة وبقناة التليجرام. أنت تقرأ الساعة باليوتيوب، تجي على قناة التليجرام راح تلقى ملخصات وأسئلة وحلولها، وتجي ساعة بالوحدة تمتحن بهاي الساعة. خلصت الامتحان مالتك قول للثنتين أخذ لك ريست فت ساعة ساعتين أتغدى بيها وارجع كمل لي الساعة الثانية من المحاضرة، وتلقى هم ورا 3 ساعات تلقى اكو امتحان بقناة التليجرام، وهكذا لكل الأفصل. لذا كل يوم عندك محاضرة، كل يوم عندك فصل، راح تكمل عندك الأفصل والمحاضرات كلها ب6 أيام فقط. ب6 أيام. ليش؟ لأن فصل الوراثة الكلاميات مالت المحاضرات سويت الكان قصار مو طوال، لذا تقدر تقرأ المحاضرتين بيوم والمسائل بيوم، لذا نحتاج 6 أيام. وراها راح تلقى امتحانات شاملة ووافية وكاملة لكل فصل شامل تمتحن به، ووراها راح اسوي لك امتحان ايضا وين محاكي للامتحان الوزاري بقناة التليجرام، بحيث راح تلقى نصوص من اسئلة وزارية. واجزم يا حبيبي يا طالب السادس البطل، هاي الاسئلة اللي راح انزل لك اياها المحاكية للاسئلة الوزارية هي ما راح تخطي من عندها خطوة ولا راح يتعدى من عندها تعريف يجي بالامتحان الوزاري ما موجودة بهاي الأسئلة، لذا نعتبرها مرشحات. اعتبرها مرشحات، وهاي راح تفيدك بالامتحان الوزاري. شنو الفيكل سويتها الجديدة بالفيديوهات؟ أول شيء الفيديوهات تدري بيها كواليتي عالي جدا. 2 بنهاية كل صبورة راح تلقى أسئلة على الصبورة هاي تمتحن وتدزها لقناة التليجرام. راح تلقى بجروب المراجعة بوت مثبت، هذا البوت تدز له
إلى الحل يصلح لك إياه ويدز لك ويعلمك على أخطائك. لذا راح تصير خصوصي وانت قاعد بالبيت، وخصوصي لمدة 8 أيام يوصلك للدرجة الكاملة. لذا ما أريد أطول عليك الحكي وما أريد أشغلك بالكلام، اعطيتك الشغلات اللي توصلك للدرجة الكاملة وشون نوصلها. هسه نروح أنا وياك للصبورة ونقول يا الله نصلي على محمد وآل سيدنا محمد. ناخذ وياكم الفصل الأول وأقول اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يلا وياي.